اسهل حاجه في الكوره انك تدافع دفاع مطلق، ترص لي الاتوبيس وتلعب بطريقه الكابتن علاء عبد العال، ولا رجاله الروح والرجوله والجرينتا والعزيمه ونتزحلق ونخبط. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه. ولو كره كورتين 3 4 وصلوا ربنا هيسترها، والجول يتالق ومصطفى شوبير يشيل واحده والدفاع يشيل واحده من على الخط والدنيا تمشي وكره في العارضه هنا. والنهارده الكابتن حسام حسن دفاع مطلق. طب انت مدرب دفاعي، ده حاجه انا اتفهمها، والمدربين افكار ومفيش اي مشكله انك تبقى مدرب دفاعي، بس تبقى مدرب دفاعي بحت، ما عندكش افكار هجوميه. يعني النهارده انت عشان تهاجم بتعمل ايه؟ انت عايز تبان بقى ان انت بتلعب كره على الارض بقى وفي مدرب ومش عارف ايه. هنعمل ايه يا رجاله؟ مصطفى شوبير ياخد الكرة يحطها لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم يبصيها جنبه لحمدي فتحي بكل سهوله. طبعا حمدي فتحي وداني محمد هاني بكل سهوله، ما هو بصب العرض دي بكل سهوله، يقوم محمد هاني مديها لفتوح الناحيه الثانيه، يقوم فتوح بقى عايز يعمل واحده بقى لجوه شويه، مهند لاشين يستلم منه ودار الملعب يعمل ايه مهند لاشين؟ يقوم مرجعها لحمدي فتحي ثاني، يقوم حمدي فتحي مديها لياسر ابراهيم، يقوم ياسر ابراهيم مرجعها لمصطفى شوبير. اخر ما نلاقي نفسنا هنتزنق هنعمل ايه؟ طول الكرة على طول، ارمي الكرة شلت هناك قدام على مرموش او على زيزو، واحده تفلك كده ولا واحده تفلك كده ويبقى لنا شكل، يعني زي الكرة اللي جت في العارضه. انت يا راجل يا مؤمن 90 دقيقه ولا 100 دقيقه بالوقت الضايع ما جبتش كورنر، ما جبتش فاول من حته خطر، ما جبتش اي حاجه، ما سددتش كرة على المرمى غير بتاعه مرموش. 90 دقيقه وفي الاخر هيطلعوا يقول لك بص تعادلنا مع اسبانيا، منتخب بطل اوروبا مصنف الاول على العالم. انا اتفهم النتيجه دي واقول 10 على 10 ممتاز، ده وده ماتش رسمي. لو ده في كاس العالم مثلا في كاس القارات ماتش رسمي، النقطه دي او الثلاث نقط لو انا خطفتهم هيبقوا معايا حاجه. انما انا بلعب ماتش ودي المفروض ان انا اظهر لعيبتي واظهر اسلوبي زي ما الكابتن حسن شحاته الله يمسيه بالخير. اللعيبه كانت بتطلع تقول لك في ماتش البرازيل ولا ايطاليا ولا قدام المنتخبات الكبيره دي كان بيقول لنا انزلوا تمتعوا نفسكم ومتعوا الجماهير. اصل انت مش كل يوم هتلاعب اسبانيا ولا ايطاليا ولا المنتخبات دي، العب كوره يا عم متعنا. انما الشوط الثاني حرفيا الواحد نام وهو بيتفرج زهق، حتى الاسبان زهقوا. انت لما الاهلي والزمالك بيلاعب فرقه بتلعب بالطريقه دي، جمهور الاهلي او جمهور الزمالك بيطلع يقول ما بيلعبوش كوره، هي دي كوره؟ هم عملوا كده زينا النهارده، زهقوا وهيقول لك هي دي كوره وعمالين نضيع في وقت وكل شويه لاعب يقع يتصاب. في ايه يا جدعان؟ ده ماتش ودي مش كاس عالم، العب افرض اسلوبك. واحد يقول لي لو فتحنا الملعب هنشيل سكور، يا عم ما بقولكش افتح الملعب، يبقى عندك اسلوب، هندافع وهنقفل وهنلعب زون ديفنس ودفاع منطقه، بس لما نيجي نهاجم هنهاجم ازاي؟ يبقى في افكار. الفكره الوحيده النهارده انك بتلعب الكره الطويله على مرموش او على زيزو او على اي حد قدام، المهم ان انت هتنقل الكره ازاي. مفيش كره هجمه نقلتها حرفيا من تحت كده لحد ما وصلت للجون على الارض، انت بتلعب الكره الطويله عشان تاخد السكند بول وانت وحظك بقى. انما هنفضل في بوتقه وفي اطار الاداء المشرف. هنروح كاس العالم، احنا ما كسبناش قبل كده ولا ماتش في كاس العالم ومش هنكسب ولا ماتش بالطريقه دي. هنروح هنخسر بقى من بلجيكا 1-0 باداء مشرف، ولو تعادلنا مع ايران ونيوزيلندا وفي الاخر هنطلع مركز رابع، حتى ممكن ما يعني احنا عندنا امل في توالت، ناخد احسن توالت ونصعد من الدور الاول. احنا مش هنعمل غير حاجه وهنفضل في بوتقه الاداء المشرف. تعالى شوف الاداء المشرف، المغرب، السنغال، الفرق اللي بتروح تلاعب المنتخبات الكبيره دي ند بند، تكسب بقى تخسر، بتعمل ماتش شكله حلو ومطوشه حلوه وبتمشي العمليه والدنيا بتبقى زي الفل. انما احنا ما عندناش كوره وما عندناش مدرب. ما حدش يزعل مني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستعملش شرف ولا لك سلام.